اوعى تفقد صحتك النفسية. اخسر اي حاجة في الدنيا الا صحتك النفسية. اخسر فلوسك بس ما تخسرش صحتك النفسية. اخسر شغلك بس ما تخسرش صحتك النفسية. اصل صحتك النفسية اغلى ما تملك، اوعى تفرط فيها، اوعى تفقدها. اتعصر في الدنيا بس ما تفقدش صحتك النفسية. اجري لغاية ما يتقطع نفسك في الدنيا بس اوعى تفقد صحتك النفسية. صحتك النفسية هي الشيء الغالي يا جماعة. أصل الدنيا بتلف. يعني إيه بتلف؟ يقلب الله الليل والنهار وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإذا كانت الدنيا ضدك النهاردة فامسكها تحلو. فلو الحلوت الدنيا وانت خسرانة صحتك النفسية، انت خسرتي كل حاجة. أكبر خسارة في الدنيا الثمن الذي لا تستطيع أن تعوضه. انت مش هتعرف تقوم على رجليك تاني، انت خسرت صحتك النفسية. يعني هي الحلقة دي بتتكلم عن ايه؟ انا جاي للتسليم بس ده منطلق الحلقة. لا انا صحتي النفسية فرط فيها ابدا. عارفين كلمة لائق بدنيا؟ كمان في كلمة اسمها لائق نفسيا. اوعى تخش العشرة الاواخر وانت غير لائق نفسيا. روح لربنا لائق نفسيا عشان تستمتع بالعشرة الاواخر. ايه ده؟ هو احنا لسه في الحلقة 12؟ ايوه، ما انت بتستعد للعشرة الاواخر من الان. روح لربنا لائق نفسيا. عارفين في شباب مهتمين جدا بصحتهم الجسدية زي عاصم كده وزي علي، وفي شباب عندهم اوبسيشن ان هو لازم محافظ والاكل الصحي والله العظيم صحتك النفسية اهم. عارفين كلمة لائق بدنيا؟ يعني في عالم كرة القدم اسهل حاجة تخلي المدرب يستغنى عن لعيب غير لائق بدنيا. اوعى الدنيا تستغنى عنك لانك غير لائق نفسيا. اوعى الحياة تستبعدك لانك غير لائق نفسيا. ادخل العشرة الاواخر لائق نفسيا. كلمة جميلة جدا. انت ليه بتقول لنا الكلام ده؟ لان في ناس تعبانة. خد القرار الان انك تفضل محافظ على صحتك النفسية، لان بعد كده مش هيبقى بايدك، هيبقى بايد الدكتور، لانك هتروح تتعالج. وفي ناس عيانة وهي مش واخدة بالها، وفي ناس تعبانة وهي مش واخدة بالها. عارفين بتبان فين؟ في الانفعالات الحادة الهستيرية الغير منطقية. يا عم الموقف ما يستحملش كل الغضب ده. ايه ده؟ في ايه؟ انا ما لحقتش ازعلك عشان تنفجر بالطريقة دي. هو تعبان وهو مش واخد باله. اوعى تسمح لبني آدم كائنا من كان ان هو يخسرك صحتك النفسية. اوعي تحت اسم الحب ان واحد عمال يحطم فيكي نفسيا. ما تقبليش حاجة زي كده ابدا. اوعى تسمح تحت اي مسمى من المسميات انك تسمح لانسان يحطمك نفسيا. اوعى تسمح لاي موقف كائنا من كان انه هو يضيع صحتك النفسية. انت مش قد انك تفقد صحتك النفسية. طول ما صحتك النفسية بخير انت بخير. والله العظيم طول ما صحتك النفسية حلوة انت زي الفل. ممكن تكون مش عارف تقف على رجليك من المرض في جسدك، لكن صحتك النفسية طول ما هي واقفة، طول ما انت بخير.